فضلا وليس أمرا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارا كاسحا على نظيره سموحة بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بمسابقة الدوري المصري الممتاز. وأقيمت مباراة الزمالك وسموحة على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. وجاءت أهداف الزمالك عن طريق مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الجزيري وشيكابالا في الدقائق 33 و45 زائد 5 و81 و88. بينما سجل هدف سموحة الوحيد لاعبه فادي فريد في الدقيقة 67. وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ليقتحم المربع الذهبي والمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري مؤقتا، بينما يتوقف سموحة عند 7 نقاط في المركز الرابع ليتراجع للمركز السادس. وشهدت المباراة دعما من نجوم الزمالك لفلسطين في ظل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة. قميص وكوفية وعلامة نصر. الزمالك يباغت سموحة بهدفين في ليلة دعم فلسطين. صور وفيديو. كما تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي أمام سموحة في أول ظهور له بعد نجاحه في الانتخابات أمس الجمعة. تفاصيل المباراة. دخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من محمد صبحي، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقة، أحمد سيد، زيزو، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق، شيكابالا. وجاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان، شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، محمود وحيد، حمدي علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، مصطفى البدري، لحسن دهدها، حسام حسن. لما ينتظر الزمالك كثيرا حتى افتتح التسجيل مبكرا عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة 3 ليتقدم الأبيض بنتيجة 1-0. لمشاهدة هدف الزمالك الأول أمام سموحة. مصطفى شلبي: اضغط هناوي في الدقيقة 13 أضاف أحمد سيد زيزو ثاني أهداف الزمالك بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي ليقابلها زيزو بتسديدة بالركبة من داخل المنطقة لتهزي شباك سموحة. هدف الزمالك الثاني أمام سموحة. زيزو: وكاد أن يقلص حسام حسن الفارق لسموحة في الدقيقة 23 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة عن القائم. وفي الدقيقة 44 احتسب الحكم ضربة جزاء للزمالك بعد العودة لتقنية الفيديو. وفي الدقيقة 45 أهدر زيزو ضربة الجزاء بعد تسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم بقليل. زيزو يهدر ركلة جزاء أمام سموحة. لمشاهدة الفيديو من هنا وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45+5 نجح يوسف أوباما في تسجيل ثالث أهداف الزمالك بعد مراوغة حارس سموحة والدفاع ثم سدد الكرة بالكعب ليتقدم الأبيض بثلاثية: هدف بالكعب بعد أسيست بالكعب. هدف الزمالك الثالث أمام سموحة. أوباما. وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك على سموحة بنتيجة 3-0. وفي بداية الشوط الثاني أهدر سموحة فرصة هدف محققة بعد كرة عرضية من فادي فريد وقابلها حسام حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذ حارس الزمالك محمد صبحي مرماه وذلك في الدقيقة 46.